السلام عليكم البنات، واش راكم؟ تكونوا ملاح وبخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذه الفيديو. اليوم راح نبارطاجي معكم كيفيه تحضير الخبز الشعير بطريقه سهله وكل مبتدئه تقدر تجربها. عندنا 2 اكواب تاع الشعير ومغرف صغيره تاع خميره الخبز و6 مغارف صغار تاع زيت الزيتونه ورشه تاع ملح. الحاجه الاولى نديروا الشعير تاعنا في 2 اكواب. هذه تقدر تخرج لكم 2 خبزات، ولا تحبوها خشينه تخرج لكم خبزه خشينه. هنايا عندنا نفرغوا الشعير تاعنا بالطريقه هذه ونزيدوا عليها الخميره تاع الخبز، نخلطوه بالطريقه هذه كامل مع الخميره. نزيدوا عليه الملح، نزيدوا زيت الزيتون 6 مغارف يكونوا صغار، وكامل نخلطوا بالطريقه هذه حتى كامل الزيت يدخل في الشعير تاعنا. ودوكا نجيبوا الماء نبداو نطمو في العجينه تاعنا. الماء يعني على حسب الكميه تاع الشعير اذا يشرب. من نورمال كي تخلوه شويه جاري باسكو كي راح يرتاح راح يشرب كامل هذاك الماء. نغطوها في كيس هكذا وخلوها واحد 20 دقيقه وهي ترتاح. ابخي نجيبو بابي كويسون، جبت هدايا الطبسي وقطعت عليه بابي كويسون باش تجينا دائريه الشكل. نحكموا بابي كويسون تاعنا ونزيدو نديروا له الزيت، ندهنوه بالزيت مليح ونديروا شويه في يدينا ونحلوا العجينه تاعنا على بابي كويسون، لخاطرش لو كان نديروه على الطاجين ديريكت راح يلصق لكم الخبز الشعير. الوغ الطريقه هذه سهله بزاف وتقدروا تقلبوها فاسيلمون. كما على بالكم صحاب الريجيم راح يفرحوا كي يشوفوا لا فيديو هذه، باسكو انا وحده الام تاعي ما تاكلش الخبز نورمال، الوغ راهي تاكل في هذا تاع الشعير ودي فوا ندير لها تاع القمح، يعني دير ريجيم. ونصحكم باللي تنقصوا شويه الخبز هذاك تاع الفرينه باسكو راهو مضر للصحه بزاف، وحنايا معروفين باللي ناكلوا بزاف الفرينه. الوغ البنات يعني قالك واحد مليح كي يدير ريجيم الصحه هي الصح. وهنا البنات يكون الطاجين تاعكم شويه يكون سخون وتحطوه بطريقه هذه، ديروه يكون معين ما شاعل بزاف النار، ما تكون ناقصه، ديروها متوسطه. فوالا هنايا راني نحيت لا بابي كويسون جاتني سهله في ما رفتهاش، يعني درتها نحيت غير بابي كويسون وتقلبت تمتم. هذه هي النتيجه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو، ما تنساوش بارطاجيوها مع لي زامي تاعكم مع احبابكم، وان شاء الله تعجبكم وخلوا لي كومونتير في اسفل الفيديو. الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.